عمرك خممتي علاش حياتنا تبان معمرة بصح من الداخل تحسوها فارغة؟ نجرو نهار كامل نقضو الصوالح هاتف في يدينا ونحاولوا نرضيو كامل الناس، بصح غير نحطو راسنا على المخدة في الليل يقرصنا هداك الشعور الخفي، الشعور بالذنب، بالتقصير، باللي نسينا رواحنا في وسط هذا الزحام. الحاجة اللي تغيد هي انك ما كيش محتاجة معجزة باش تبدلي حياتك، محتاجة حاجة اصغر بزاف بزاف، حاجة ما يشوفها حد بصح تبني كلش. في هذا الفيديو مانيش راح نطلب منك تنوضي في 4 تاع الصباح، ومانيش راح نبيع لك الاوهام. اليوم راح نكتشفوا مع بعض كيفاش نعاودوا نبنوا رواحنا من الداخل بحوايج صغار بزاف بزاف، عادات مجهرية وتوازن يومي حقيقي يرجع لك سلامك الداخلي وقوتك. احنا رانا نعيشوا في عصر يقدس السرعة. السوشيال ميديا تظهر لنا يوميا صور الأشخاص مثاليين يستيقظوا بنشاط خارق، يملكوا أجساد مثالية، ينجزوا مئات المهام ويبتسموا طول الوقت. هذا الضغط الغير المباشر جعلنا نوقع في فخ خطير، فخ الاحتراق النفسي. كي تحاولي تطبقي روتينات معقدة وقاسية ما تشبهش طبيعتك ولا ما تناسبش طاقتك، انتي ما راكيش تطوري في ذاتك، انتي راكي تعاقبها، راكي تعاقبي فيها. قداش من مرة بديتي نظام جديد للحياة ومن بعد تراجعتي بعد 3 أيام وحسيتي بالإحباط؟ السبب مش أنك فاشلة ولا عديمة الإرادة، السبب هو أنك حاولتي قفز سلم طويل بجرعة حماس مؤقتة. الحماس هو اللي يخليك تبدأ، لكن العادات والتوازن هما اللي يخليوك تستمر. التوازن مش معناه أنك تكوني مثالية، توازن يعني أنك تعرفي وقتاه تتكاي على هذاك البوطون، وقتاه تضغطي عليه. العقل تاع الإنسان يكره التغيير المفاجئ، والكبيرة يجيه كشغل تهديد يهرب منه، على بها يجاوبنا بالكسل والتأجيل. بصح كي تخدعي عقلك بحاجة صغيرة بزاف ما يقدرش يقاومها. هذه هي اللي نسميوها العادات المجهرية. في بلاصة ما تقولي راح نقرأ ساعة كاملة كل يوم، قولي راح نقرأ صفحة واحدة قبل ما نرقد. في بلاصة ما تقولي راح ندير رياضة قاسية، قولي راح نمشي 5 دقائق في الشومبرة. في بلاصة ما تقولي راح نرجع ناكل غذاء صحي 100%، قولي راح نشرب كاس ماء نقي أول ما نفتح عيني. هذه الخطوات راهم يبانوا لك صغار لدرجة كاين اللي يستصغرهم خلاه، بصح السحر وين راهو في التراكم. هذيك الصفحة الوحدة كل يوم ترجع في العام كتابات بزاف تاع حكمة ومعرفة. والأهم من هذا كامل، هاد العادة الصغيرة راهي تبني في وعيك باللي أنا إنسانة نلتزم بوعودي مع روحي، وهذه هي الساس تاع الثقة بالنفس. نعم، هذه هي الساس تاع الثقة بالنفس. كل وحدة فينا عندها كمية محدودة تاع الطاقة في النهار، كيما لا باتري تاع التليفون. إذا خسرتي طاقتك كامل في الصباح في التخمام والقلاق وتبقاي تطلعي وتهبطي في الفيسبوك والانستغرام، ما راحش يبقى لك والو باه تكملي نهارك. على بها لازم نهندسوا نهارنا بذكاء في 3 محطات. المحطة الأولى هي مرحلة الصباح، محطة الصباح. كيفاش تبداي صباحك؟ إذا كنتي أول حاجة تمسها يديك هي التليفون، راكي سلمتي عقلك للناس، للإشعارات، مقارنة حياتك بحياة الآخرين، راكي تبداي نهارك في حالة دفاع. التوازن يبدأ كي تحمي أول 30 دقيقة من صباحك. جعليها وقت هادئ، تنفسي، شوفي مع السما، شربي كاسك المفضل، ديري نية طيبة لليوم. هذا الفراغ بين نوضتك والعالم الخارجي هو الدرع تاعك. المحطة الثانية نصف النهار، كي تكوني تقضي تخدمي تدرسي ولا حتى مع ولادك، أعطي لهذيك الحاجة 100% من حضورك. التشتت هو السراق الكبير تاع السلام الداخلي. خدمي حاجة بحاجة
وبكل هدوء. المحطة الثالثة هي الليل، فريغ الشحنة النفسية. كيما نغسلوا أجسامنا لازم نغسلوا عقولنا في آخر النهار من الأفكار المتراكمة، القلق، المواقف اللي ضايقتنا. هنا يجي وقت الامتنان والتشافي. قبل ما ترقدي خودي كراس صغير وكتبي فيه 3 حوايج شابين صراو معاك اليوم، مهما كانوا بساط. ضحكة من قلبك، كاس قهوة بنين، ولا مجرد انك راكي في امان وبين ناسك. الامتنان يبدل كيمياء الدماغ، يرجعك تشوفي البركة والوفرة في بلاصة النقص، وهذا هو السر الحقيقي لطاقة الأنوثة المتوازنة. الهدوء، الرضا بالحاضر، الابتعاد عن الجري الخايف وراء المستقبل. نعم، الجري الخايف وراء المستقبل. خلونا نكونوا صريحين وواقعيين. راح يلحقوا ايام تلقاي روحك ماكي قادره ديري والو، ايام يطير لك الشغف، تحبي برك تنعزلي ولا تولي لعاداتك القديمه. واش ديري تماك؟ واش بداي تجلدي في روحك وتقولي انا فاشله؟ لا، في طريق التوازن والتطوير ايام الهبوط هما جزء من الخطه. الارض تسحق الشتاء باش تخرج الورود في الربيع، ونفسيتنا تسحق هذاك الفترات تاع الركود والهدوء باش تعاود ترتيب الحسابات. كي تجوزي بيوم صعيب حني على روحك، قولي لها معليش اليوم نرتاح، وغدوة نسيي خطوة مجهرية واحدة أخرى. الالتزام الحقيقي مش انك ما تطيحيش كامل، الالتزام هو انك تكوني رحيمة بروحك كي تطيحي وتعرفي كيفاش تنوضي بلا كراهية لذاتك. نعم، ما تكرهيش ذاتك. حياتك راكي ليك وحدك، ما كيتسابقي فيها حتى واحد، هي رحلتك الخاصة وحدك. ما تقيسيش نجاحك بالمعايير تاع هذا العالم الصاخب، قيسيه بشحال عندك سلام داخلي، بقدراتك باش تفرحي بالتفاصيل الصغار اللي عطاهم لك ربي. بداي اليوم خطوة واحدة مجهرية، نية صادقة للتوازن، ورايحة تشوفي كيفاش الفوضى تاع الحياة تتسقم وحدها حبة بحبة. تفكري دايما انك تستاهلي حياة تشبه لك، هادئة عميقة وفيها ايضا معنى. بزاف ناس حابين يبداو عادات جديدة بصح يحسوا رواحهم تقال كي شغل رافدين حمل كبير فوق كتافهم. هذا الثقل واش هو الاخطاء تاع الماضي، جلد الذات، الكلمات السلبية اللي قالوهم لكم المكركبين في حياتنا وبقاو لاصقين في وعينا. ما تقدريش تعمري كاس وهو معمر بحاجة واحدة أخرى، لازم نفرغ الشحنة القديمة باش نديرو بلاصتها بلاصة للعادات الجديدة. هنا حبيتك ديري معايا هذا التمرين التطبيقي اللي يسميوه تصفية الذهن. جيبي ورقة بيضاء وكتبي فيها كامل الحوايج اللي راهم مقلقينك. دركا فكرة مكملتيهاش، خوف من المستقبل، ولا كلمة وجعتك من بكري، فرغي كامل واش كاين في راسك بلا ما تزوقي الهضره. كي تشوفي هذيك الافكار مكتوبه قدامك عقلك راح يستوعب باللي راهي مجرد افكار ماشي حقيقه مطلقه. هذا التمرين وحده كي تداومي عليه مره في الاسبوع راح ينقص لك 50% من التوتر اليومي ويهيئ نفسك للتوازن. كامل نعرفوا التسويف، بصح كاين نوع واعر بزاف يسميوه التسويف الذكي. وش معناه؟ معناه انك توهمي روحك باللي راكي تطوري في ذاتك، انك راكي تتهربي من التطبيق. مثلا تبقاي تشوفي فيديوهات تطوير الذات بالساعات، تقراي على التوازن، تشري كراسات شابين، بصح ما تطبقي والو. هذا تسويف مغلف بالانتاجيه. العقل تاعنا كي تعطيلو باش يدير حاجه جديده يبدا يحسب ويتخيل الصعوبات ويقنعك باش تاجليها الغدوه. الحل هنا هو قاعدة بسيطة بصح مفعولها راهو سحري بزاف بزاف. كي تجيك الفكرة باش تنوضي ديري حاجة، مثلا تقراي صفحة، تلمي الشومبرة، ولا ديري تمرين تنفس، حسبي في راسك تنازليا 5 4 3 2 1، نوضي ديريكت بلا ما تخمي. هذا العد التنازلي يقطع حبل الأفكار على عقلك، يمنعه باش يصنع أعذار. جربيها اليوم في أول حاجة تجيك. اول حاجه تجيك صعيبه ورايحه تشوفي كيفاش تكسري تفنين في ثواني.
كاين علاقه مباشره وقويه بزاف بزاف بين الفوضى اللي دايره بينا في البيت والفوضى اللي داخل راسنا. اذا كانت طابلتك معمره، حوايج ما تسحقيهمش، بيتك مرونه، ملابس مكدسه، عقلك ما راحش يلقى الراحه البصريه باش يركز ويدير عادات جديده. الترند الحقيقي دوكا في تطوير الذات هو العوده للبساطه او ما يسمى المينيماليزم. التبسيط ماشي معناه تعيشي في بيت فارغ، معناه تحيطي روحك برك بالحوايج اللي يمدولك طاقه ايجابيه تسحقيهم صح. نقي تليفونك من لي زابليكاسيون والناس اللي يطلعوا لك القلق. فرغي الطابله اللي تخدمي عليها وخلي فيها برك كاس ماء وكراس. نظمي بلاصتك اللي تقعدي فيها بزاف. كي تكون البيئه تاعك نقيه وبسيطه راح تحسي باللي التنفس تاعك رجع اسهل، طاقتك رجعت صافيه باش تستقبلي نهارك بكل توازن. في اخر هذه الرحله حابه نهضروا على حاجه هي الساس تاع كلش، طاقه القبول والاستحقاق. بزاف منا يجروا وراء تطوير الذات لانهم في الداخل يحسوا رواحهم ماشي كافيين، يحسوا باللي لازم يزيدوا يديروا ويصنعوا وينجزوا باش يولوا عندهم قيمه. هذه طاقه تاع نقص، ما راحش توصلوا لتوازن. التطوير الحقيقي يبدا كي تتقبلي روحك دوكا كيما راكي، باخطائك، بظروفك، بعيوبك. قولي لروحك انا راني ندير في مجهودي، راني نطور في ذاتي حبا فيها ماشي كراهيه في وضعي الحالي. كي يتغير المنطق من الكره للحب، العادات ما راحش تولي حمل ثقيل، راح تولي هدايا تقدميها لنفسك كل يوم وبكل فرح ورضا. نعم راح تولي هدايا. الرحلة تاع اليوم جازت على بزاف محطات، حكينا على العادات المجهرية، هندسة النهار، التشافي والامتنان، وكيفاش نحو على رواحنا في أيام السقوط. هذا الكلام كامل ما راحش يدير فرق إذا بقى برك صوت تسمعيه في التليفون. الفرق يبدا دركا كي يخلص الفيديو وتنوضي ديري أول خطوة مجهرية تشبه لك. تفكري ديما باللي حياتك غالية وانتي تستاهلي تعيشيها بسلام بتوازن بلا ضغط مزيف من العالم الخارجي. امشي بخطواتك الخاصة ولا حساب طاقتك، وربي سبحانه راح يبارك في هذيك الخطوة الصغيرة. شكرا لأنك عطيتي من وقتك لروحك اليوم، تهلاي في روحك بزاف. دمتم في سلام، خليكم على خير البنات، مع السلامة.